السلام عليكم. الحقيقة الفيديو دوت يعني من أصعب فيديوهات بالنسبة لي شوية، لأن إحنا عايزين نتكلم فيه عن لو أحد شريكين الحياة توفى. يعني النهاردة لو أنا عندي أم وأب وعندهم مثلا ابن أو بنت أو بنت وولد، أو يعني أطفال عموما، والزوج توفى أو الزوجة توفت. من المهم قوي في الموضوع ده طبعا وقتها انا يعني مقدره جدا ان ده بيبقى وقت صدمه يعني عاليه جدا، ووقت اضطراب مشاعر كتيره جدا. المهم قوي قوي في الوقت ده ان الطرف اللي موجود مع الاطفال يحاول شوية ان هو نفكر في انه يعني انا كشخص بمر باحزان وبمر بمشاكل بسبب حالة الوفاة، لكن الاولاد محتاجة او محتاج ان احنا يعني ايه نتعامل معاهم بطريقة تانية معينة علشان ما يحصلش. لان ده اللي انا بشوفه كتير، انه مشاعري انا بتاعت بقى كل الاحزان والفقد واللي هي ممكن توصل لمراحل الاكتئاب وكده، بتتنقل كلها للولاد لو احنا يعني حاولنا يعني ان احنا او احنا ما خليناش بالنا. طيب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ طبعا انا ما بتكلمش هنا على الايام الاولى اطلاقا اطلاقا على فكره. انا بتكلم مثلا لما يعدي كام يوم نبتدي انا كشريك الحياه ابتدي احس ان انا دلوقتي فقدت عزيز عليا، او فقدت شخص شريكي، لكن انا معايا الاولاد. طيب الولاد هنبتدي نرد على تساؤلاتهم بمنتهى الهدوء. انا هعمل مثل دلوقتي على انه ان الاب هو اللي توفى، فبابا فين؟ بابا ما نقولش بقى، ما نبتديش نكذب، يعني ما نقعدش نقول ايه بابا راجع مسافر راح في حته ومش عارفه. لا، احنا هنقول الحقيقه، بابا حاليا انتقل الى وهنشاور على السماء ربنا، يعني هو دلوقتي مع ربنا او عند ربنا. طيب ربنا عمل كده ليه؟ دي حكمة ربنا. بص حواليك كده هتلاقي في زرع بنزرعه وبعد شوية بيموت، في حيوانات، وهنا بيكون فايدة جدا ان احنا نكون يعني لو عندنا حكاية بقى في الوقت دوت عن مثلا حيوان ربناه وبرضو مات، او زرع ربناه وبعدين لقيناها دبلت وماتت، فنفهموه هي سنة ان دي سنة الحياة. طب انا بابا وحشني اعمل ايه؟ هنبتدي هنا ندله على ان هو على حسب سنه بقى، اما انه يرسم له رسومات واحنا نساعده في الرسومات دي للسن الصغير، او ان هو لو كبير شويه يبتدي يكتب له، يكتب للاب اللي هو عايز يقوله، ونقول له اكتبه له. الكتابه هتخليك تطلع كل اللي انت عايزه، وهو ان شاء الله مشاعره وكل اللي انت بتكتبه ده هيوصل له. اوكي، طبعا الموضوع صعب وكبير قوي على ان هو يتاخد في فيديو واحد. ان شاء الله هجاوب بعد كده على الاسئله اللي وصلتني في موضوع حالات الوفاه.